السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش تالتة إعدادي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنحل مع بعض محافظة القليوبية هندسة بإذن الله. السؤال الأول بيقول: معك مثلث أ ب ج، لو في ضلعين تربيع مجموعهم بيساوي ضلع. قلت له يبقى ده كان المثلث ده قائم. لو كان الضلع أكتر من الضلعين منفرج، لو الضلع أصغر من الضلعين كنا بنقول حد. طب هو قائم فين؟ بنروح على أكبر ضلع اللي هو ده هو اللي بيساويهم. المثلث كان اسمه أ ب ج، معاك أ وج لسه لك باء، يبقى هو قائم الزاوية في باء. لقيته بيسألني باء تكون نوعها ايه؟ قلت له قائمة. طب فرضا يا أستاذ إن زي محافظات تانية بصينا لقينا جايب نفس العلاقة بس طالب مثلا زاوية ج. بص يا هندسة، في أي مثلث زاويتين حدتين على الأقل. يعني انت لو قدرت تقول ان ب دي قائمة يبقى أ حدة وج حدة خلاص. عدد الدوائر المارة بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة. 3 نقط ليست على استقامة واحدة يعني اللي يعملوا له رؤوس مثلث، يبقى دايرة واحدة يا أستاذ. إذا كان الشكل رباعي دائري فإن زاوية أ زائد ج ناقص 50. قلت له الرباعي الدائري يا أستاذ وليكن زي كده. من خصائصه إن الزوايا المتقابلة مجموعهم 180، يعني الألف والجيم دول ب180. يبقى 180 لما أشيل منها يبقى 180 لما أشيل منها 50 باقي لي كام؟ 130 يا أستاذ. بس إذا كان م ونون دائرتان طول نصفي قطريهما 5 و7 ومين نون ب12، قلت له يا أستاذ أطرحهم مرة واجمعهم مرة. ميم نون قد جمعهم تمام، طالما قد جمعهم ميم نون بيساوي نق زائد نق، يبقى في الحالة دي تماس من الخارج، يبقوا دول متماستان من الخارج. الزاوية المحيطية المرسومة في ربع دائرة. تعال بقى نفهم الحتة دي وركز فيها. في فرق ما بين لفظين مقابلة ومرسومة. يعني أنا لو جيت قسمت الدايرة دي ل4 دلوقتي أهمت، قوس وقوس وقوس وقوس، كل واحد قد التاني، يعني كل قوس منهم قيمته بتساوي 90 درجة. بيقول لك بقى أنا رسمت زاوية محيطية في ربع، جيت في ربع كده وقمت راسمها. شفت؟ واخد بالك؟ هتبقى مقابلة كام؟ مقابلة ل270، يعني هي قيمتها بكام؟ ب135. فالراجل بيقول لك ايه؟ نوعها هتكون ايه؟ قلت له ال135 دي منفرجة، يبقى نوعها منفرجة. خد بالك يا باشمهندس من حاجة زي دي. إذا كان أ ب وأ ج ممسان للدائرة فإن محيط المثلث. قلت له يا أستاذ الممسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجة متساويين في الطول، ده بيساوي ده في الطول. معايا زاوية الرأس ب60، يبقى كل زاوية من زوايا القاعدة ب60. ليه؟ عشان المثلث المتساوي الساقين اللي إحدى زوايا 60 بيكون اسمه مثلث متساوي الأضلاع، يعني دي ب4 ودي ب4 كمان. المحيط بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. المحيط يا شباب الناس اللي بتتلخبط فيه إلى الآن، بنجمع الأضلاع كلها تطلع ب12. دائرة مركزها م أ ج بيساوي الب ج. قلت له أ ج قد الب ج، يبقى زوايا القاعدة دي متساوية، اللي هي الزاوية دي كده مع الزاوية دي. حلو. لقيته بيقول أنا عاوز قياس زاوية ج أ ب وأعطيلي زاوية ب50. قلت له يا أستاذ أحمد بص حضرتك، أنا أقول لك على حاجة بسيطة بس ركز فيها. قلت له اتفضل قول. قال بص يا عم أحمد، أنت شايف حضرتك المثلث ده هو؟ قلت له أيوة شايفه. قال نوعه إيه؟ قلت له نوعه مثلث متساوي الساقين. ليه يا حبيبي؟ قلت له علشان ده نص قطر يا أحمد وده كده نص قطر. برافو عليك. كده الساق دي قد الساق دي، أصبح إن زوايا القاعدة متساوية، يعني الزاوية دي كلها 50. قلت له أيوة. 50 و50 كده 100، يبقى باقي لي 80. عرفنا يا شباب جبنا زاوية مين منين؟ أيوة يا أستاذ. يبقى تاني، يبقى هنيجي نقول له بما إن يا أستاذ
ميم ألف بيساوي الميم جيم قد نق. إذن ألف ميم جيم مثلث متساوي الساقين. إذن قياس زاوية جيم ألف ميم كلها، كل الزاوية دي بالحتة الصغيرة اللي تحت، زائد قياس زاوية ألف جيم ميم بيساوي 100 درجة. ليه؟ ما هو زوايا القاعدة قد بعضها، دي ب50 دي ب50 زيها، عاوز تقول بتساويها تمام. إذا قياس الزاوية ميم قيمتها بتساوي 80 درجة من مجموع زوايا المثلث. حلو قوي. يبقى أنا قدرت أجيب إن المركزية ب80. دي مركزية، فين قوسها؟ القوس بتاعها هو يا أستاذ المقابل ليها ده القوس بتاعها. طيب فين المحيطية بتاعتها؟ محيطيتها باء. تمام قوي، برافو عليك. قمت جاي قايل له بقى يا أستاذ بما إن زاوية باء بتساوي نص زاوية ميم، ليه؟ محيطية ومركزية مشتركين في القوس ألف جيم. تمام أوي يا أستاذ. إذن قياس زاوية باء بتساوي 40 درجة، وباء دي كانت قد مين؟ قايلينها في الأول، باء دي يا أستاذ كانت قد الألف أو الجيم ألف باء. بما إن يا عم أحمد الألف جيم كان بيساوي الب جيم، إذن قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية جيم ألف باء بتساوي 40 درجة، وده اللي انت كنت عاوزه. السؤال اللي بعده بيقول اثبت ان الوترين قد بعض. قلت له يا أستاذ المسألة دي سهلة جدا، حضرتك أنا هعمل نص القطر لأن مماسي يبقى عمودي عليه. صح، برافو عليك. يبقى هنيجي نقول له العمل، نرسم ميم دال وميم ه أنصاف أقطار. كويس، قلت له كويس. بما إن يا أستاذ ألف ب مماس، إذن ميم دال عمودي على الألف ب. بما إن ألف جيم مماس، يبقى إذن ميم ه عمودي على الألف جيم. بما إن بقى يا عم أحمد ميم دال بيساوي ميم ه في الدائرة الكبرى، إذن ألف ب بيساوي ألف جيم، الأبعاد المتساوية أوترها متساوية. بس خلاص. بيقول لي إن مع حضرتك قطر. قلت له يا أستاذ بما إن ألف ه قطر، يبقى أنا استفدت إن زاوية د بتساوي 90 درجة. حلو كده؟ قلت له حلو، دي 90. وبما إن الزوايا المتقابلة زاوية د زائد زاوية ألف ب ج دول قيمتهم طلعت 90 زائد 90 بتساوي 180 درجة، إذن الشكل رباعي دائري. ليه؟ عشان الزوايا المتقابلة متكاملة يا أستاذ. انت معاك ان الزاوية دي بتساوي قياس الزاوية دي، ودي كانت قائمة. تقدر يا باشمهندس تثبت لنا ان الألف جيم قطر؟ قلت له يا أستاذ الموضوع فيري ايزي، كل اللي عليا بس ان يبقى عندي نظرة ثاقبة. قلت له يا دي النظرات الثاقبة، اتفضل قول. انت شايف المثلث ده؟ قلت له ايوه. وشايف المثلث ده كله كبير؟ قلت له ايوه شايفه. بيفكروك بايه؟ قلت له لو اعرف كنت سألتك. بيفكروك ان زاوية ب قد زاوية ج عشان محيطيات مشتركة في نفس القوس ده. ايوه يا استاذ، الزاوية باء بص ضلعها اهوت، والزاوية التانية اهيت، الاتنين واخدين نفس القوس، يبقوا هما قد بعض في القيمة. تمام. يبقى انا دلوقتي هشتغل على المثلثين. في المثلثين ألف ب ه والتاني اسمه ألف ج د، قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج لمحيطيات مشتركين في القوس ألف ج أو ألف د. تمام أوي يا أستاذ. تعال بقى قارن المثلثين ببعض. بما إن يا أستاذ زاوية ب بتساوي زاوية ج، وزاوية ب ألف ه اللي انت مديهاني معطى بتساوي زاوية ج ألف د معطى انت قلت عليها، إذن الزاوية التالتة قد الزاوية التالتة. إذن يا أستاذ قياس زاوية ألف د ج بتساوي 90 درجة.
امتى زاوية محيطية تكون ب90 درجة؟ لما الضلع المقابل ليها يكون قطر. إذن ألف جيم قطر يا أستاذ. بس كده يا باشمهندس. السؤال ده بيقول ألف دال كان مماس. قلت له مماس يبقى في زاوية مماسية قد الزاوية المحيطية يا أستاذ. حلو أوي. بيقول إن أنا اديتك زاوية 70 وقوس ب120. قلت له أنت عطيت لي القوس ده ب120، طب فين زاويته المحيطية؟ أهي. طب ما قوس 120 يبقى الزاوية المحيطية 60، يبقى دي من مجموع زوايا المثلث 50، يبقى الزاوية المماسية 50. تعالى يا باشمهندس بقى نمشي بالترتيب تاني. يبقى احنا أول حاجة عملناها قلنا له بما إن يا أستاذ قياس القوس ب ج بيساوي 120 درجة، إذن قياس زاوية ب أ ج بتساوي 60 درجة محيطية، بتساوي نص قياس القوس. تمام أوي يا أستاذ. بعد كده يا باشمهندس قلنا له طالما جبنا دي ب60، بما إن ب ج أ مثلث بيساوي 180 درجة، يبقى قياس زاوية ج بتساوي 180 شيل منها 70 زائد 60، يبقى 180 ناقص 130 بتساوي 50 درجة. قدرنا نجيب دي ب50 درجة. حلو. بما إن أ د مماس، إذن قياس زاوية ب أ د بتساوي قياس زاوية ج مماسية ومحيطية مشتركين في القوس مين؟ ب أ، يبقى هتساوي 50 درجة. المسألة دي يا أستاذ دي تمرين مشهور. تمام، برافو عليك. هتحله ازاي؟ كان التمرين المشهور عشان نجيب لك الزاوية داخلة بنقول له نص مجموع القوسين، نص أ ج زائد د ب. حلو قوي يا باشمهندس. ده يديني زاوية أ ه ج. خد بالك عشان أحيانا بيطلب منك دي تجيب بقية الخط المستقيم، هو عاوز دي دلوقتي. ماشي يا أستاذ، عادية يعني. نص في مجموعهم دول 150، يبقى النتيجة تطلع 75، يبقى قياس الزاوية دي ب75. السؤال اللي بعده بيقول انت معاك يا باشمهندس زاوية د أ ب ب60، تمام، ومعاك ب أ ج تساوي 90. قلت له حلو. ومعاك 3 و6. اثبت ان أ د مماس للدايرة المارة برؤوس المثلث أ ب ج. طب ما تيجي نرسم دايرة كده تمر بالمثلث أ ب ج. ماشي يا أستاذ. علشان أقدر أقول له إن ده مماس، ده هيكون مماس، لازم أثبت إن الزاوية 60 دي قد الزاوية المحيطية اللي واخدة معاها نفس القوس، قد الزاوية دي. طب وده هجيبها إزاي؟ معلومة من تانية إعدادي. فاكر حضرتك في تانية إعدادي إن الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر؟ تاخد بالك؟ بما إن أ ب ج مثلث قائم. تمام يا أستاذ. وانت حضرتك قايل ان الألف ج بتساوي نص الب ج، ما انت مديني دي ب3 ودي ب6. اذا قياس زاوية باء بتساوي 30 درجة. ليه؟ عشان الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر. من مجموع زوايا المثلث قدرنا نجيب زاوية ج بكام؟ ب60 درجة. طيب الزاوية اللي في وضع مماسية قد الزاوية اللي في وضع محيطية. بما ان زاوية أ د ب بتساوي قياس زاوية ج، إذن أ د مماسا للدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ج. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. آخر سؤال بيقول عزيزي الطالب، لو كان القوس ج د قيمته ب80 وده كان قطر، قلت له القطر بيقسم الدايرة لنصين متطابقين، يبقى علشان معانا قطر يبقى إذن القوس أ ج ب بيساوي 180 درجة. وكان معانا توازي، يبقى الأقواس المحصورة متساوية، يبقى الألف ج قوس بيساوي باء د القوس قياسا وطولا. الاتنين بيكونوا قد بعض في القياس وفي الطول، يبقى أنا قدرت أعرف إن ده قد ده. طب ما أنا معايا قوس ج د ده قيمته بتساوي 80، يبقى القوس أ ج قيمته بتساوي 180، هنشيل منها 80 والناتج اللي يطلع نقسمه على الاتنين.
هيطلع قيمته بتساوي يا أستاذ 50. ده ب50 وده ب50. حلو. الزاوية 3 س ناقص 20 دي مش زاوية محيطية بتساوي نص القوس؟ أكيد يا أستاذ. يبقى 3 س ناقص 20 بتساوي 25. ليه؟ محيطية بتساوي نصف القوس. تمام يا أستاذ. يبقى 3 س قيمتها بتساوي 45 لما عديت 20 بإشارة مخالفة، نقسم على 3 ومنها س ب15. بس كده يا هندسة. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك. سلام عليكم.